ما حدث هو قبل المباراة واثناء المباراة وبعد المباراة، وانا جايب لك كل حاجة بالصور والتفصيل والكلام وفيديوهات كمان. مبدئيا اثناء المباراة شفنا كمية عنف غير طبيعي. هي اللعيبة دي بتعمل كده ليه؟ ومبدئيا انت بتلعب كل ماتشاتك بالليل على ملعب الجوهرة الزرقاء، رايح تلاعب النادي الاهلي الساعة 3، ماشي، بتضايق، ماشي، اوكي، مفيش مشاكل، ادينا بنلعب مع بعض وقلنا ماشي يا عم، ورخامة ملاعب، مفيش مشاكل. تبدأ تتكلم، قلنا مباراة من غير جمهور، والاتحاد الافريقي مش النادي الاهلي قال ليه من غير جمهور؟ ليه؟ عشان انتوا نادي معفن، عشان انتوا الاستاد بتاعكم لا يصلح ان هو يستقبل جمهور. حلو كده ولا مش حلو؟ ده مين اللي بيقول ان انتوا نادي معفن والاستاد بتاعكم استاد معفن؟ الاتحاد الافريقي. بقينا في الموضوع ده من اول سنه، لا ده انتوا بقالكم 3 سنين او 4 سنين مش عارفين تلعبوا في الملعب بتاعكم. ليه؟ عشان انتوا ملعب معفن. يا راجل انت شفت صفحه النادي الاهلي بتطلع، يعني مثلا تخيلت كده في يوم من الايام ان صفحه النادي الاهلي تطلع امير هشام واحمد اسامه ومحمد علي وعبد الناصر زيدان مثلا، او ابو المعاطي زكي، تطلعهم على صفحتهم وهم بيحللوا مباراه؟ مين دول؟ مين دول؟ مع احترامي الكامل ليهم، دول ناس يوتيوبر مصريين، صحفيين، محللين رياضيين على صفحاتهم الشخصيه مش على صفحه النادي. انما تجيب ناس كيد نسا وتقعدهم تجيبهم تعرضهم على صفحتك الرسميه نادي هلال، يقول لك على النادي الاهلي القزم مدلل قله ادب. فانت بتعمل كده عشان تراضي مين؟ عشان تراضي سيدك. تاني، احنا بنخسر عادي ونكسب عادي وبناخد بطولات برضو الحمد لله عادي، ولكن لما الموضوع يتعدى الكوره، لا تعالى لنا نرجع تاني لمرجوعنا. يبقى انت نادي معفن، تمام، وناديك لا يصلح. هل هتلاعب الاهلي بس من غير جمهور ولا كل الفرق من غير جمهور؟ لا، هتلاعب كل الفرق من غير جمهور. ليه؟ عشان انت نادي معفن. عشان انت نادي معفن. حلو؟ طيب، ما عملتش ليه زي المريخ السوداني مثلا اللي قرر ان هو يلعب مباراته في ليبيا السنه اللي فاتت، لعبها في مصر واتهمتوه ان هو بايع المباراه. قال لك لا، انا السنه دي مش هلعب في مصر عشان احنا ملعب الجوهره الزرقاء المعفن لا يستقبل الجماهير، فراح لعب مباراته في ليبيا. ومع ذلك نلاقي جزء من الجمهور، حوالي 1000 واحد دخلوا الاستاد رغم تحذيرات الكاف وقرارات الكاف بان المباراه بدون جمهور. ليه؟ عشان انتوا بلد معفن. والنهارده ان في مشجع هلالي سوداني او زملكاوي او اهلاوي او اي حاجه اتقال له المباراه من غير جماهير، هيروح الاستاد ليه؟ مش هيروح الاستاد. صح ولا انا غلطان؟ طيب، انما لما الاقي 1000 رايحين ودخلوا، لا ده انتوا رايحين باجنده بقى. تعالوا، لا الجماهير دي طول الماتش شتم ولعن وزبال وهبل. اوريكم جزء من اللي قالوه. امك يا اهلي، ده في الشمال اتفرجوا ده لما حصل الشمال الشكل. بص الشتيمه، راحت الملعب مش في الجمهور، راحت الملعب بيقول الشناوي امك. يعني محاولات احتكاك بعد المباراه، يعني خاصه من الحارس محمد الشناوي، يعني جاء اليكم يعني في دكه البدلاء، ماذا حدث بالضبط؟ لا ندري ما حدث داخل الملعب. من المفترض انه ما يحدث داخل الملعب ينتهي مع صافره الحكم، لكن يبدو ان الكابتن عنده شيء داخل الملعب، حاول يعني تحصل لبعض المناوشات خارج الملعب، وفي النهايه كره قدم تسامح شعبين يعني قريبين لبعض. يعني بالنسبه لنا المباراه انتهت، مبروك للهلال، هارد للاهلي، وان شاء الله المسيره طويله ان شاء الله لقدام. حلو. بتقول له تيت امك وتقول له ما ده حدث جوه الملعب. على فكره انت قلت له تيت امك جوه الملعب وبعد يعني اثناء المباراه وبعد المباراه. انت بتشتم واحد بامه، اخوك اللي انت بتقول عليه اخوك يا سافل، بتشتم اخوك بامه
ماشي. اخر المباراه البلطجي بتاعهم راح وفي اثناء علاج اللاعب بتاعهم رش بنج على وش محمد عبد المنعم، وده سبب ثوره الشناوي. انا مش هتكلم كلام كتير، انا جاي في الحصريات. الكلام ده اللي انتوا سمعتوه كتير، انا جاي النهارده حلقه للتوثيق. رش بنج على بنج محمد عبد المنعم، حصل مشكله، الشناوي راحوا بيتعامل وشتموا محمد عبد المنعم. خرجوا من الملعب بعد هذه المشاكل، تمام، وضربوا علي لطفي بعد المباراه، عشان دي اهانه في حق النادي الاهلي وفي حق جمهوره وفي حقكم انتوا يا سودانيين. ان الضيف يتضرب في بيتك ده عمره ما كان عيب من الضيف. ده حتى لو الضيف جه ويغلط فيك في بيتك احنا شيامنا كعرب، مش عارف انتوا تعرفوا عنها حاجه ولا لا، ما بنردش عليه، بنقول له عيب انت في بيتي، انا مش هرد عليك وانت في بيتي. انما نستقوى في يا ابني، انت متخيل انت لو احنا عملنا معاك زي ما انت بتعمل كده هنا، انت عارف احنا ايه اللي هيحصل فيك؟ عمر الشعب المصري على فكره ما تخافش، تعالى مصر مش هنعمل لك حاجه. احنا عمرنا ما نبقى اوساخ زيك، عمرنا ما هنكون اوساخ زيك. حقنا بناخده وهناخده وهتزعل، بس مش بالطريقه اللي انت خدته بيها. احنا ما بنضربش ضيوفنا، ما حصلتش على مر التاريخ ولا هتحصل، عشان احنا مصر، احنا محترمين. لما تقبل تعمل كده في ضيفك اللي رايح يهديك ويقول لك خلاص حصلش حاجه، بص على ايد علي لطفي بيقول لك لو سمحت جاي يمسكك من ايدك، بيقول لك خلاص ما فيش حاجه، وانت جاي ضربه على ايده ازاي؟ شوف بص ضربوا على ايده، ماسكني ليه؟ وزق وضربوا بالقلم على وشه واداله على قفاه. تاني ضربوا على ايده وضربوا على وشه ورجع اداله على قفاه. شتمتوا الشناوي، ضربتوا علي لطفي، خرجتوا اللعيب بهذا الكم من القذاره. يخشوا اللعيبه يلاقوا اوضه اللبس طفحه مجاري. ما هي دي حاجه من حاجتين، يا اما انتم هم في الاثنين انتوا نادي معفن، في تاني يا كافي يا هلال يا سوداني، ادارتك ايه المعفنه؟ ايه المعفنه؟ المجاري بتاعتها طفحه، ولا انتوا بتعيشوا في وسط الخرا عادي؟ مش فارق بينكم وبين بعض. ايه هو بتاع الترفيه مش عارف يعمل لكم الحمامات؟ خلصنا، قلنا ماتش وخلص، والرد هيجي من الكاف. وعلى فكره كل الكلام ده متسجل في تقارير كل الكلام ده متسجل في تقارير الكاف مراقب المباراه. وقبل المباراه لما راحوا قعدوا يرموا شماريخ او العاب ناريه متسجل، والفوارغ موجوده.